المجاهدين لو اقدر في ميدان العباسيه ان شاء الله حوالي 20,000 او 5,000 يعتصموا بخيام هناك. حاضر. انما قبل الاعتصام بتاع العباسيه لازم المقرات الليله تتحرق. انا لم يعد عندي وقت. بدل ما نهدي الدنيا عاوزين نولعها. ده دلوقتي الجيش بيقولك اديله فرصه 24 ساعه. حبيبي ادي لمين فرصه يا حبيبي؟ ده بيستهبل. هو طلع لي 5 طيارات بالاعلام تلف ميدان التحرير وما تروحش رابعه العدويه ليه؟ ايوه الطيارات لم تروح رابعه العدويه ليه يا خالد؟ ايوه رابعه العدويه دي مش تبع مصر، دي كوخه بقى. سيبك من الهجص ده كله. العيال راحت على مترو الانفاق وشالت اليافطه اللي مكتوب عليها محطه الشهداء بتاعت حسني مبارك ورجعوا اليافطه اللي مكتوب عليها مبارك كمان. امال ايه؟ وجايبين دميه لحسني مبارك في الميدان عمالين يبوسوها. يا خالد يا روح ما بعدك روح. وهو ده الكلام اللي كنا بنقوله زمان يا جماعه. يا جماعه ابوس ايديكم نفذوا، ولازم حركه سريعه. المقرات الليله ان شاء الله لو الساعه 12 بالليل الساعه 1 لازم المقرات كلها يتولع فيها على مستوى الجمهوريه حالا. دلوقتي يبدا التحرك وميدان العباسيه. بعد توليع المقرات ميدان العباسيه يتم الاعتصام فيه ببعض الخيام ان شاء الله 300 خيمه، ونروح هناك نعتصم في ميدان العباسيه. يبقى انا عندي دلوقتي رابعه العدويه والنهضه وميدان العباسيه، عندي مقرات بتتحرق. ويا ابني يا سيسي وريني هتعمل ايه. تمام ماشي يا فندم. انا مش هقعد فيها كفايه فضايح اللي احنا فيها دي. الشرطه بالكامل، مدير الامن اللي في الغربيه راح رمى السلاح ولبس العيال قضيه. في اي مقر رمى السلاح؟ في بيرما. انا عندي تواطؤ، عندي خيانه عظمى، عندي نفاق. يعني انا قلت قبل كده المؤمن القوي خير عند الله من المؤمن الضعيف. انا دلوقتي في حرب، والحرب خدعه، والحرب مش على الاخوان، الحرب على الاسلام. اصبح الاسلام امانه في رقبتنا. اي شكل من الاشكال مباح دلوقتي طالما النيه معقوده لله عز وجل، انها لوجه الله. ماشي يا ريس. علشان خاطري يا خالد بلغ الكلام ده. لو بتعزني صحيح اتصل بيه وقول لي يا باشمهندس بلغنا الكلام وجاري بحثه. حاضر يا فندم. ولو الدكتور البلتاجي حد يعرف يوصل له يخليه يفتح الموبايل ويطلبني اكلمه يكون افضل. ماشي يا باشمهندس. حاضر. ماشي يا خالد. انا 24 ساعه صاحي. لو